السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قلت لكم في وقت سابق بأني سأقدم على حرق بطاقة التعريف وشهادة البكالوريا. قبل أن أقدم على هذا الفعل، حبيت نقول لكم حاجة برك. أنا اليوم يعني راسي حبس صح في امتحان. جانا السؤال هذا وش يقول؟ امتحان في جامعة بوزريعة. هاوليك السؤال: تدعو النظرية الطبيعية في التربية لجان جاك روسو إلى التربية الحرة من كل قيد. أبوكش معناتها هذه النظرية هذه؟ النظرية هذه تقول بأن الطفل يجب أن ينعزل عن المجتمع وتحتضنه الطبيعة، لأن الطبيعة يكون في حضنها الفرد آمن، يعني الشر والحروب والعنف وأي شيء يجي من الفرد ما يجيش من الطبيعة. سبحان الله، مناهج تربوية. يعني هذا الطالب الجامعي يتخرج في عصر ال21 يتخرج بنظرية موكلي. نظرية موكلي الناس شوفوا يوصلوا، احنا مازال نقراو في نظريات تكتبت في عام 1000 ومليار ما على باليش قبل الميلاد. نظرية موكلي، العزل عن المجتمع. الانسان يعني كان طبق هذه النظريه ينوض فاقد للمقومات الاجتماعيه. يعني احنا اي واش من جامعه تقبل هذا المنهج هذا اللي قريته نتايا؟ واش من جامعه راح تقبلك؟ ولا انت واش تتخرج في المستقبل؟ انت واش راح تتخرج في المستقبل؟ يعني مناهج تربويه والله كي تكون تهضر مع بروف ما يحبش يفهم. لا هضر لي انا واش كتبت لك في السوجي يا استاذ، هذا هنا راك غلط، يعطيك زيرو ديريكت مباشره. تقول له النظريه غلطه يعطي لك زيرو مباشره. يعني يا تكون حمار يا جي تفهم تدي زيرو، جي تفهم تدي زيرو. روح نطالب الدوله انها تروح تشوف كاع الاجوبه تاوعي في الامتحانات. الاجوبه تاوعي في الامتحانات تجد يعني انتقاد علمي بالادله والبراهين بانك انت هذا ماهوش منهج تدريس في العصر ال21. ماهوش منهج، هذا ماشي منهج، هذا تدمير. يعني استحمار للعقول، استحمار للمفاهيم. يعني الناس تافونسي وحنا نولوا العصر ما قبل التاريخ. جون جاك روسو مع اوغسطون والقديس ما على باليش وشنو وابوليوس ويوبا الثاني. نظريات يعني أكل دهروا عليها وشرب. الناس تطور، الناس هاربة راحت. يعني هذه شهادة لا تنفع في الجزائر، شهادة بكالوريا لا تنفع. أنا عندي لا تنفع. بطاقة التعريف قال لي واحد الإنسان، قال لي أول مرة نحتاج بطاقة التعريف. قال لي واحد الإنسان، قال لي كاين راهم يمدوا في أراضي في مدينة غرداية وكذا، صحراء خالية، صحراء. يعني مدينة غرداية كبيرة على فرنسا وإنجلترا، يعني أكبر من دولتين قال. يا مليح. واش هو الدوسي؟ دير فوتوكوبي لاكارت ومنها وتكتب طلب خطي واقامه وكذا وكذا. خلاص درت هذا الدوسي هذا. مدوا القطع الاراضي للاشخاص، يعني ماشي بالمعرفه ولكن بالقرعه. الاشخاص محسوبين. صحراء خاليه، يعني صحراء خاليه، يعني قادر تمد كاع الجيري كومبلي تمد لهم في غردايه نورمال يبنوا. علاه مانيش عارف، الله اعلم. انت ما يمدولكش من. يعني واش ندير بهذه الوثائق؟ انا لست مواطن جزائري، لست مواطن جزائري وما نحتاجش هذه الوثائق. بطاقة التعريف أحمد سقلاب. هذه هي بطاقة التعريف الجزائرية. ما نحتاج. لست مواطن جزائري متمرد خارج عن النظام حتى تقام دولة العدل. هذه شهادة البكالوريا، شهادة البكالوريا. لا أحتاج إلى هذه الوثائق. بطاقة التعريف: لست مواطنا جزائريا حتى تقام دولة العدل ودولة القانون ودولة يعني كل ما تكلمنا على حقنا يقارنونا بسوريا والعراق وكذا ويقولوا شوف كيفاش راهم دايرين.
انا ما عنديش طوائف، ما عندنا لا شيعه لا والو، حنا شعب جزائري موحد سني، ما عندناش طوائف. الا ما قتلتوناش نتوما وما سجنتوناش نتوما ما كانش اللي يدنا ليك هنا في الجزائر، لاننا شعب موحد، شعب جزائري موحد. ما عندنا لا طوائف، لا واحد يكره واحد، كل الولايات اخوه، كلنا نحب بعضنا البعض. انتم هم العدو، الدوله هي العدو. لا يوجد طوائف في الجزائر، ولن نصبح مثل سوريا، ولن نصبح مثل العراق ولا اليمن. ليست لدينا طوائف، لا يبغض بعضنا بعضا، كلنا سنيين موحدون. لا يعني الى ما تحرب طائفيه انتم اللي تكيوها، وانتم اللي تخطوا لها، وانتم اللي ديروها، انتم اللي تقتلوا الشعب. لست مواطن جزائري، لا احتاج الى جنسيتكم، انتم اللي تهاجروا البلاد، ماشي حنايا اللي نهاجروا. لان هذه ارضي وهذه بلادي، انت اللي تروح ماشي انا اللي نروح، نقعد هنايا ونموت هنايا ونعيش بلا وثائق.